لو ما تعرفش ان معرض الكتاب له موقع وله ابلكيشن او تطبيق ممكن من خلاله تعرف اماكن الكتب ودور النشر والكتب اللي هتبقى موجودة في معرض الكتاب، فبسهولة جدا تبقى محدد المكان وعارف انت هتروح فين. فالفيديو ده هعرفك بالظبط ممكن تعمل ايه، ولو حبيت حتى تحجز تذكرة هتعرف في الفيديو ده. دلوقتي هنشرح ازاي تنزل تطبيق معرض الكتاب وازاي نستفيد منه. هنبحث عليه في المتجر او على جوجل بلاي او على الاب ستور، سواء انت موبايل اندرويد او حتى اي او اس او ابل. بحثنا كده على اسم معرض الكتاب هيظهر لنا التطبيق. طبعا انا منزله قبل كده فهيبقى ظاهر ان انا افتحه على طول. انت كده كده هتثبته، التطبيق يفتح معاك. طبعا كنت فاتحه قبل كده. ده شكل التطبيق من جوه. بص كويس كده، هنلاقي دور النشر والصالات او عدد الصالات هتلاقيهم 6. طبعا الصاله السادسه دي هيبقى فيها شويه حاجات جديده كده، الكتب اللي هي المخفضه، او هنلاقي كتب سور الازبكيه وخلافه. المهم، دي شكل دور النشر داخل كل صاله. يعني مثلا صاله 2 فيها 197 دور نشر او دار نشر، فيها كتب مختلفه وخلافه. صاله 5 فيها 81. وصاله 5 دي احنا بنستهدفها كاخصائيين عاده او كاولياء امور، لان فيها معظم دور النشر ومعظم الاماكن اللي فيها ادوات ووسائل وكتب بتخص الاطفال وبتخص التربيه الخاصه بشكل عام. وهنلاقي فيها بعض الوسائل التعليميه، لان فيها اماكن كتير جدا بتنتج وسائل تعليميه. دي شكل كده دور النشر والمؤسسات اللي بتنتج الوسائل التعليميه. وهنلاقي فيها كروت، وهنلاقي فيها برضو حاجات بتخص الاطفال من كل حاجه، بدايه من الكتب للوسائل التعليميه لكل حاجه. طب لو حبينا كمان نبحث بقى على اي كتاب يخصنا، هنخش على البحث فوق خالص، هنكتب بقى الكلمه اللي احنا عايزين نبحث عنها. زي مثلا كلمه التخاطب او تخاطب، هيظهر لنا طبعا اي كتب في لفظه التخاطب هيظهر لنا. وساعتها هنضغط على الكتاب ونعرف دار النشر بتاعته فين او اسمها ايه، وبعد كده نعرف مكانها فين في المعرض بسهوله. ده توحد مثلا، بحثنا على كلمه توحد، في كتب كتيره جدا عن التوحد. هنا مثلا كتب اخرى، فالكتب كتيره جدا. ده كده امثله بشكل سريع يعني. طيب نبحث على كلمه تانية زي اي بي اي. ده كتاب اهو برضو، اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. دي كتب بتحتوي على لفظة الاي بي اي. خلي بالكم وانتم بتبحثوا انكم تبحثوا بشكل صحيح وتكتبوا الحروف بشكل صحيح. هتبحث بالعربي ماشي، بالانجلش ماشي، المهم تبقى عارف الكتاب او اللفظة اللي انت عايز تبحث عنها وتبدا تدور عليها. هنا بحثنا عن تحليل السلوك، هنلاقي كتب كتير جدا وبيظهر لك كمان سعر الكتاب. طيب نبحث عن حاجة تانية زي مثلا متلازمة. هيظهر لنا اي كتب بتحتوي على لفظة متلازمة، سواء متلازمة داون أو أي متلازمة أخرى. هنلاقي فيه أمثلة كتير أو كتب كتير جدا فيها نفس اللفظة. لو بحثنا عن كلمة داون هيظهر لنا برضو الكتب اللي بتحتوي على متلازمة داون بالتحديد. فبالتالي أنت تقدر بسهولة جدا تعرف دار النشر اللي فيها الكتاب اللي أنت عايزه، وبسهولة جدا تتوجه ليها بدون ما تقعد تدور. بسهولة جدا لو التطبيق معاك تعرف تدور على الكتاب من أي مكان، يا دوب بس معاك نت. هنا دورنا على الكروت، ظهر لنا مثلا كروت المعكوسات. دي مثلا نسمات دار النشر اسمها كده. لو دخلنا عليها نفسها هيظهر لنا كل المنتجات بتاعتها ونعرف مكانها بسهوله جدا. لو بحثنا على دار النشر، اسم دار النشر نفسها، هنعرف مكانها في انهي قاعه، وبسهوله جدا كمان نعرف هي في انهي بلوك او في انهي مكان بالظبط، ونروح نتوجه ليها مباشره بدون ما ان احنا نقعد ندور كتير ونتوه في المعرض، لان المعرض بيكون كبير جدا. هنا بعض الحاجات الاخرى اللي انت ممكن تستخدمها في التطبيق على ايدك اليمين دي، من ضمنها الخريطه، خريطه المعرض بتعرف الاماكن مرقمه ببلوكات كده او اماكن مرقمه بارقام. كل صاله ليها خريطه منفصله عشان تعرف دار النشر في انهي مكان بالظبط وبتتوجه ليها بسهوله. طيب لو حبينا كمان نجرب ان احنا نحجز تذكره، المفروض تعمل اكونت على التطبيق. المفروض انك بتعمل ليس لدي حساب، وبتعمل اكونت جديد بالميل بتاعك، وتبدا تخش بالميل وتعمل باسورد. بعد كده بتخش تحجز التذكره. التذكره لا زالت ب5 جنيه. عدد التذكره او عدد التذاكر واحد. هنا رقم التليفون والاسم والميل، وفي اكتر من طريقه للحجز، سواء عن طريق الفيزا او بطاقه الائتمان، وعن طريق امان وخلافه من الشركات الاخرى تقدر تحجز من خلالها بسهوله جدا. لو معاك بطاقه او كارت تقدر تحجز، بيديك كيو ار كود بتخش بيه المعرض بسهوله جدا. وانت داخل بتوري له بس الكيو ار كود وبيدخلك المعرض، وبدون الحجز الورقي او طواف الطوابير وانت في المعرض. طبعا لو حبيت تدور على حاجه اخرى، التطبيق مليان فيتشرز او مليان حاجات كتير جدا. ممكن كمان لو عندك شكوى او اقتراح او اي حاجه ممكن تخش تتواصل معاهم. لو عندك اي مشكله في التطبيق او اي حاجه تايهه منك، بسهوله جدا ممكن تتواصل معاهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. كان معاكم احمد جمال، سلام.